السلام. واش عرفتوا شنو وقع لبوغبا اللاعب اللي كان كيصنع العجب في وسط الميدان واللي ربح كاس العالم 2018 مع فرنسا، واليوم كاين كلام انه ممكن يرجع؟ كيفاش غاب؟ شكون باغي ياخذو؟ واش غادي يقدر يعاود يلمع في الملاعب؟ دابا غادي نكتشف القصه الكامله لبوغبا من البدايه المشاكل اللي طاح فيها حتى الحلم ديالو الرجوع. باول بوغبا في الحقيقه تعرض لازمه كبيره في الحياه ديالو المهنيه بسبب الايقاف ديالو، راه انه اضطر للمنشطات. هذا المشكل دار ضجه كبيره في العالم كره القدم، حيت الجميع كان كيتسائلوا كيفاش نجم بحال بوغبا يغلط بهذه الطريقه. المراقبه ديال المنشطات كشفت على وجود مواد محظوره في دمه بعد واحد الماتش مع يوفنتوس، وهذا الشيء خلاه يواجه عقوبه قاسيه. بوغبا دابا كيدير مجهود كبير باش يرجع بقوه الملاعب، وراه كيمرن كل يوم وكيحاول يسترجع اللياقه ديالو باقصى سرعه. الاخبار كتقول انه غادي يكون جاهز باش يرجع للميدان في شهر مارس، وهذه فرصه ذهبيه ليه باش يثبت للعالم كامل انه قادر يتحدى الصعوبات. بوغبا حتى هو كيامن ببراءه، حيت من بعد 2 شهور من الغياب كيأكد انه غادي يرجع اقوى من قبل. بعد الغياب ديالو الطويل بزاف ديال الاخبار تتداول حول عودة ديالو المحتمله، ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه هو شكون غادي يغامر ويوقع مع بوغبا من بعد هاد الازمه الكامله. يوفنتوس بالضبط غادي يكون في موقف صعيب، واش غادي يفك العقد ديالو ولا غادي يوقف معاه؟ الاخبار كتقول انه يوفنتوس يمكن ما بغاوش يخاطروا، خصوصا مع المشكل الماليه ديال النادي. دابا كاين اشاعات قويه انه بوغبا يمكن يشد اتجاه الدوري السعودي، خصوصا مع النصر. الفريق السعودي كيبغي يجمع نجوم كبار ويدير فريق قوي على الصعيد العالمي، ووجود بوغبا في هذه الفرقه غادي يعطي اضافه كبيره. بوغبا غادي يلقى في النصر لاعبين بحال كريستيانو رونالدو وغيرهم ديال الاسماء، غادي يعطي الكره السعوديه مكانه كبيره. ولكن كاين احتمال اخر مثير بزاف، يتقرر بوغبا يرجع لاسبانيا، خصوصا مع ريال مدريد وبرشلونه، ومع الرغبه ديال برشلونه في تقويه خط الوسط ديالهم، وخصوصا بعد رحيل غوندوغان اللي كان الاعتماد ديالو في الوسط لريال مدريد. حيت مع التفكير في اعتزال كروس ومودريتش يمكن يفكروا في واحد اللاعب اللي عنده خبرة عالمية يقدر يعطي دفعة جديدة للفريق. هنا كتبان المفاجأة والسيناريوهات المحتملة. بوغبا لاعب عنده شعبية كبيرة ومكانته في العالم ما يمكنش يتنكر، ولكن واش غادي يقدر يتجاوز هذه الأزمة يعاود يبني مسيرته؟ الرجوع ديالو غادي يكون مثير، خصوصا إذا وقع مع واحد من الأندية الكبيرة في أوروبا.